السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع جديد يمكن ما اتكلمناش عنه قبل كده. هنتكلم عن بعض أنواع الفريونات المستخدمة في مجال التكييف. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن 4 أنواع من الفريون. هنتكلم عن فريون 404، هنتكلم عن فريون 22، عن فريون 12، عن فريون 134. هنتكلم عن مواصفاتهم وعن مميزاتهم وعيوبهم وبيستخدموا في ايه بإذن الله. وهنبدأ بفريون 404. فريون 404 أو R404 ده بيعتبر مزيج من الغازات الفريونية غير قابلة للاشتعال. بيستخدم كمادة تبريد في أنظمة التكييف وأنظمة التبريد، وبيتكون من خليط من الغازات اللي أنا هقول عليها دي. أولا، التركيب الكيميائي بتاعه بيبقى عبارة عن 52% R125، وكمان 44% R134، و4% R32. ده التركيب بتاعه، لأن احنا زي ما قلنا في الأول إن هو مزيج من الغازات الفريونية. درجة الغليان بتاعت الفريون ده بتبقى 46.5، طبعا بالسالب تحت الصفر، درجة مئوية. الضغط النوعي بتاع الفريون 404 بيبقى 3.74 بار. تمام. دي المواصفات بتاعة الفريون. الاستخدامات بتاعته بيستخدم في أنظمة التكييف، مثلا لو عندنا مكان كبير هنكيفه زي مكاتب أو فنادق أو مراكز بيانات، بيبقى يفضل استخدام فريون 404 في أنظمة التكييف في الأماكن دي. أنظمة التبريد زي ما يكون عندنا مثلا مخازن أو مصانع أو مطاعم، طبعا الحاجات دي بتبقى مساحات كبيرة جدا. وممكن كمان يستخدم في التبريد الصناعي زي تبريد المواد الكيماوية وتبريد الأغذية. المزايا بتاعت فريون 404: كفاءته عالية جدا في التبريد، ما بيسببش تلوث للبيئة، ما بيسببش تآكل للمعادن، وإلى حد ما مستقر كيميائيا. العيوب بتاعت الفريون إن هو أول حاجة مكلف مقارنة بالغازات الأخرى أو بنوعيات الفريون الأخرى، وأحيانا بيكون له بعض تأثير على ظاهرة الاحتباس الحراري. طيب، هنتكلم عن البدايل بتاعت الفريون 404. طبعا البدايل دي ما بقاش لها تأثير على البيئة زي ما 404 بيبقى له تأثير على البيئة. أولا فريون 410، ثانيا فريون 32، ثالثا فريون 1234 واي اف، وده نوع جديد مش مستخدم عندنا هنا في مصر قد كده، لكن الفريون ده ممكن نلاقيه موجود مثلا على سبيل المثال في بعض الدول الأوروبية أو في أمريكا. نوعية فريون 404 ما بيسببش الحساسية، ما بيسببش تسمم زي بعض أنواع الفريونات، بس لازم نتعامل معاه بحذر ويكون فيه تهوية جيدة جدا وإحنا بنتعامل معاه. تاني نوع معانا وهو فريون 22. طبعا فريون 22 من الغازات المعروفة من زمان جدا والمستخدمة من زمان جدا في أجهزة التكييف بالأخص. فريون 22 أو R22 ده غاز بيستخدم كمادة تبريد في أنظمة التكييف والتبريد. الخصائص الفيزيائية بتاعته: أولا التركيب الكيميائي اللي هو الكلورو ديفلوروميثان، بيرمز إليه بالCHClF2، ده التركيب الكيميائي بتاعه والاسم الكيميائي بتاعه. درجة الغليان بتاعة الفريون 22 40.8 درجة مئوية تحت الصفر، والضغط النوعي بتاعه 4.9 بار، والكثافة بتاعته 1.86 كيلو جرام على اللتر. الاستخدامات بتاعة فريون 22 برضو بيستخدم في أنظمة التكييف وأنظمة التبريد والتبريد الصناعي، تبريد المواد الكيميائية، وتبريد الأغذية. بالنسبة لأنظمة التكييف، هو شغال على أجهزة تكييف الشباك والسبليت وبعض ماكينات التكييف المركزي وأنواع الشيلرات.
المزايا بتاعت الفريون 22: كفاءته عالية في التبريد، وما بيسببش تآكل في المعادن، مستقر كيميائيا، سهل الاستخدام والصيانة على اللي شغالين في النوعية دي من الفريونات طبعا. بس الفريون له عيوب، ومن أكتر العيوب بتاعت فريون 22 إنه بيأثر على طبقة الأوزون، وبيساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، مكلف إلى حد ما مقارنة برضه ببعض الفريونات الأخرى. والبيئة عموما بدأت تحدد استخدامه بسبب اللي احنا قلناه قبل كده، أو بسبب البنود اللي احنا قلناها قبل كده. وطبعا منزلين له بدايل في السوق، زي مثلا فريون 410 وفريون 32. فريون 32 لسه ما انتشرش قوي في مصر، هو موجود بس لسه ما انتشرش. بس بإذن الله هيبقى لنا فيديو عن فريون 32 بالأخص، عن مميزاته وعيوبه واستخداماته، باعتباره نوعية من نوعيات الفريون الجديدة. تالت فريون معانا وهو فريون 12. فريون 12 احنا نعرفه من زمان جدا، لأن كان أغلبية الثلاجات المنزلية كانت بتستخدم فريون 12، إلى أن حدث تعديل في دوائر التبريد بتاعة الثلاجات المنزلية، وبدأوا يستبدلوا الفريون 12 بنوعية تانية من الفريونات. فريون 12 أو الار 12 ده غاز فريون بيستخدم كمادة تبريد في أنظمة التكييف والتبريد. هنقول الخصائص الفيزيائية بتاعته: التركيب الكيميائي اللي هو الاسم بتاعه الكيميائي الديكلورو ديفلوروميثان أو CCI 2F2. ده التركيب الكيميائي أو الاسم الكيميائي بتاعه. درجة الغليان بتاعة فريون 12 29.8 بالسالب، طبعا سالب 29.8 درجة مئوية. الضغط النوعي بتاع فريون 12 3.65 بار، والكثافة بتاعته 1.31 كيلو جرام على اللتر. دي نقدر نقول على الخصائص الفيزيائية بتاعة فريون 12. طبعا هو بقى قليل جدا في السوق، ومع ذلك هو موجود ومتوفر، بس ما عادش زي الأول، بقى قليل في السوق لأن استخداماته بدأت تقل واحدة واحدة، وعلاوة على كده إنه بقى غالي كمان. الاستخدامات بتاعته كان بيستخدم الأول في أنظمة التكييف والتبريد، وكان بيستخدم في التبريد الصناعي وتبريد المواد الكيماوية والأغذية، وكان بيستخدم في تكييف السيارات، بس الكلام ده قبل سنة 94. موديلات السيارات من بعد سنة 94 أو 95 الفريون بتاع التكييف بتاعها اتغير، بقى 134. زي ما التلاجات المنزلية الفريون بتاعها اتغير وبقى 134 برضه. مزايا فريون 12: انه كفاءته عالية في التبريد جدا، ومستقر كيميائيا، وسهل الاستخدام والصيانة. بس في مشكلة ان هو برضه بيأثر على طبقة الأوزون، وعشان كده تم استبداله. وطبعا برضه بيساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، مكلف جدا بالمقارنة بالبديل بتاعه، وحاليا بقى محدود الاستخدام بسبب القوانين اللي البيئة حطها. البديل بتاعه زي ما قلت لحضراتكم اللي هو الار 134 او فريون 134 وفريون 410، وبرضه فريون 32 اللي احنا قلنا ان احنا هنعمل عنه فيديو مخصوص علشان نعرفكم بمواصفاته ومميزاته وعيوبه وكل حاجة عنه بإذن الله. آخر فريون معانا النهاردة هو فريون 134 أو 134A. ده غاز فريون بيستخدم كمادة تبريد برضه في أنظمة التكييف والتبريد. هنقول بعض المعلومات عنه. أولا الخصائص الفيزيائية بتاعته: التركيب الكيميائي الاسم الكيميائي بتاعه تترافلورو إيثان أو CF3CH2F. ده التركيب الكيميائي بتاعه. درجة غليان فريون 134 26.5 بالماينس، طبعا زي ما قلنا قبل كده درجة مئوية. الضغط بتاعه 4.7 بار، والكثافة بتاعته 1.21 كيلو جرام على اللتر.
فريون 134 بيستخدم في حاجات كتير جدا حاليا، زي التلاجات وزي تكييفات السيارات. في بعض وحدات تكييف مركزي بتستخدم نفس الفريون ده بالنسبة للتكييف، وفي بعض أنظمة التبريد أو بعض مكن التبريد بيستخدم فريون 134. بيستخدم في تبريد المواد الكيميائية، تبريد الأغذية، بيستخدم في تكييفات السيارات، المعدات الطبية، بيستخدم في حاجات كتير جدا نظرا لأنه كفاءته عالية، ودي ميزة من ضمن المزايا بتاعته. أولا هو كفاءته عالية جدا في التبريد، ما بيأثرش على طبقة الأوزون، تأثيره على الاحتباس الحراري قليل مش زي الفريونات السابقة، ومستقر كيميائيا وسهل الاستخدام والصيانة طبعا. من ضمن العيوب بتاعته مكلف شوية بالنسبة للغازات الأخرى، يعني سعره غالي شوية. لو ما تخلصناش منه بشكل صحيح ممكن يأثر على البيئة. ده غير وأنا بشتغل في الفريون ده لازم يبقى فيه تهوية جيدة جنبي وأنا شغال. طيب إيه البدايل بتاعة 410؟ لأن طبعا كل شوية بينزل نوعية فريون أحدث. في كذا بديل للفريون 134. أولا الفريون 410، ثانيا الفريون 32، ثالثا الفريون 1234 واي اف، وده برضو من ضمن الفريونات اللي لسه ما انتشرتش هنا. بالنسبة للأربع فريونات دول، دي مميزاتهم وعيوبهم والمواصفات بتاعتهم والاستخدامات والخصائص الفيزيائية بتاعت الفريونات دي. زي ما قلنا قبل كده احنا هنعمل فيديو تاني عن الفريون 32، وهنعمل كمان عن الفريون 410، هنتكلم عنهم باستفاضة وهنعرفكم كل حاجة فيه بإذن الله. أتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا معنا. أشوفكم في فيديو جاي بإذن الله. شكرا. ما تنسوش حضراتكم اللايك والشير. السلام عليكم.